فيديو النهارده مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت، وده عشان هنعمل لكم احلى عصاير رمضانيه ممكن تعملوها في البيت وباقل سعر ممكن. انا سالت على العصاير يا جماعه في كل مكان بره، لقيت الاسعار مولعه نار، وعشان كده جات لي الفكره من الحته دي ان انا لازم اتعلم الطريقه بتاعت عمايل كل عصير من العصائر الرمضانيه وننفذها لكم هنا صوت وصوره، عشان اللي عايز يعملها في البيت ويوفر على نفسه وعلى اهله فلوس كتيره جدا يقدر يعمل كده. وكل العصاير اللي هنعملها هندوقها اليوتيوبر كلكم بتحبوه، عايزاكم توقعوا في الكومنتات هو مين قبل ما تشوفوه وانتم مكملين الفيديو. وبعد ما ندوق العصاير لليوتيوبر هناخد اجر افطار صائم، هننزل نوزع بقيه العصاير كلها بقيه الكميه اللي معانا على الناس في الشارع. فخليكم معانا لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته، وعايزاكم بقى تحطوا اللايك اللذيذ وتعملوا سبسكرايب. طبعا اول مشروب معانا النهارده هو مشروب الخشاف، والمشروب ده بيتعمل في كل البيوت المصريه او معظم البيوت المصريه، وطبعا اسمه خشاف اصلا جاي من اللغه التركيه ومعناها منقوع التمر. زي ما احنا شايفين يا جماعه المكونات بتاعه الخشاف بتاعتنا هي بلح، بس البلح ده لازم يكون ناشف، قراصية، زبيب، جوز الهند، والمشمشيه، والمره دي احنا هنعمله باللبن. طبعا في ناس بتعمله بالميه، فكل واحد على حسب مقدرته وكل واحد على حسب ما يحب. انا بصراحه بحبه باللبن اكتر فهنعمله باللبن، فعشان انا بحبه باللبن عايزه اطلعه باللبن عشان اخد يعني اجر وثواب اكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا يا جماعه كنا هننسى اهم حاجه من المكونات، قمر الدين. كده احنا جاهزين ويلا بينا عشان نبدا نشتغل في العصير. يلا بينا. طبعا اول حاجه هنحطها هي البلح عشان يلحق يطرى. بعد كده يا جماعه هننزل عليه باللبن. بسم الله. هنحط يا جماعه كوبايه لبن كمان، وبعد كده هنزود عليهم كوبايتين ميه ساقعين، وبعد كده هنحط جوز الهند، ونزود عليهم شويه زبيب. انا مش بحب الزبيب قوي فمش هحط كل الكميه. تعالى قرب وري الناس الشكل كده والمنظر من فوق عامل ازاي. وطبعا ما ننساش المشمشيه، بس دي بتتقطع ثانيه واحده. هنقطعها الاول ونرجع لكم. ورجعنا لكم بعد ما قطعنا كل حاجه، قطعنا القراصي اهي قطع، ودي المشمشيه، نزودها طبعا. وده قمر الدين. قمر الدين ده يا جماعه المشروب رقم 1 في الوطن العربي، الناس كلها بتشربه في رمضان. وبكده يبقى اكتمل معانا المكونات الاساسيه كلها ما عدا السكر. احنا مش هنحط سكر دلوقتي لان يا جماعه التمر اصلا مسكر وكل الحاجات دي مسكره، فهنسيبه ان هو يبقى ننزل السكريات بتاعته. لو حسينا بقى ان هو محتاج سكر بعد ساعه نبقى نزود له سكر، فهنعينه بقى على جنب. ودلوقتي يا جماعه معشوق الملايين، العصير التوب وهو التمر الهندي. طبعا انا دايما بشتريه جاهز بس النهارده هعمله في البيت لاول مره معاكم. ده التمر الهندي ده بيتجاب من الهايبر كده، وهننزل عليه بشويه كركديه، وبعد كده ننزل عليه بلتر ونص من الميه السخنه. طبعا يا جماعه حابب ان انا اقول لكم معلومه برضو بالنسبه للتمر الهندي، اتسمى تمر هندي لان التجار العرب ايام زمان كانوا بيجيبوه من الهند، ودي معلومه طبعا لاول مره اكيد تعرفوها ليه التمر الهندي اتسمى تمر هندي. يا جماعه لونهم بيبقى تحفه ازاي. دلوقتي المفروض ان احنا هنحطه على البوتاجاز ونسيبه يغلي حوالي ربع ساعه، وبعد كده بنصفيه وبنحط عليه السكر وبنخليه يسقع في التلاجة. دلوقتي بقى يا جماعه لازم نحطه على البوتاجاز عشان يغلي. يلا بينا. وطبعا المشروب اللي عليه الدور لحد ما التمر الهندي يستوي هي الصوبيا. طبعا الصوبيا اسمها جاي من اللغه التركيه برضو، فاحنا كده معانا النهارده 2 مشروب من تركيا ومشروب الثالث من الهند، وهنخش على الطريقه مع ام العزوز. ركزي معايا يا ست البيت، ركزي معايا يا بنوت البيت، يا اللي عايزه تبقي ست بيت، وانت يا راجل اللي عايز توفر مصاريف البيت. عايزاكم كلكم بقى تركزوا معايا عشان هقول لكم طريقه الصوبيا المثلى. الصوبيا اللي انت بتقولي ان انت عاملاها النهارده وشاربين منها النهارده؟ ايه يا احمد مش هعمل لك صوبيا النهارده على الفطار؟ اخش اجيب لك صف العبايات من جوه. طب تعال صف ايه؟ تعال اتفرج. بص الصوبيا يا عم اللي احنا عاملينها يا عم اهي والله العظيم شارينها من بره يا حبايب قلبي. انا بعملها وبحطها في الازايز دي عشان احتفظ بيها في التمر الهندي الثلاجه. من عند مين؟ من عند صافي اهو. ده مش اعلان والله، بس عشان اثبت لكم ان هي بتقول اي كلام. وطبعا هنقارن برضو لما نخلص المشاريب بتاعتنا اللي احنا عاملينها بايدينا، هنقارن ما بينها وما بين البراندات المشهوره في مصر. طبعا كل بيت بيسكر السكر اللي هو بيحبه، يعني في بيت بيحب السكر زياده، في بيت بيحب السكر مظبوط، في بيت بيحب السكر قليل خالص. فاحنا بنسكره بنزوده، بنحب السكر احنا الكتير. فمعز حط بتاع 7 معالق سكر كده ولا مش حاجه. 7 على فكره، بتاع 5 معالق سكر كده ولا حاجه. دلوقتي المفروض ان احنا نضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، اي حاجه متوفره عندكم. دلوقتي هنضربه بالهاند بلندر.
كتر ما ريحتها حلوه مش قادرين نستنى وعايزين ان احنا ندوقها بنفسنا. طبعا من منطلق من مبدا طباخ السم لازم يدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقي صوبيا حقيقيه بجد، انا ما كنتش متوقع النتيجه دي. ده تحفه فعلا، نفس اللي بنشتريها من بره والله. والله مش بنجامل نفسنا والله، هندوق الناس وانتوا هتشوفوا. خليكم معانا، لايك سبسكرايب فعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل لكم تشوفوه على طول. قرب بقى كده عليا بقى، اتفرج بقى على الحلويات. ايوه التمرين دي الطازه، شايف اللون، شايف الرغاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هندوق. مزز قوي. انا شكلي نسيت حاجه. ايه؟ شكلي نسيت احط سكر. Calm down كبير. Calm down كبير. طب ينفع نزود السكر يا جماعه، نحط حاجه في التلاجة وبكره ان شاء الله هنزود. لا مش بكره بالنسبه لكم انتوا، وان شاء الله هنروح دلوقتي عشان ندوق يوتيوبرز وندوق الناس في الشارع ونعرف رايهم في الصراحه في العصاير بتاعتنا. هل بلبن احسن؟ هل الملك يكسب؟ كلها اسئله هنعرف اجابتها لما ننزل الشارع ونعرف بنفسنا. خليكم معانا. طبعا يا جماعه احنا وصلنا وهنبدا نصب العصير. الشارع زي ما انتم شايفين فارغ مفيش ولا بني ادم في الشارع، بس هنحاول ندور ونلاقي اي حد راجع البيت متاخر، بيفطر في الشارع، ايا كان يعني اي حد هنحاول ان احنا ندوقه ونخليه يقول رايه بمنتهى الصراحه. شكل العصير تحفه تحفه التحفه. يا بخت اللي هيدوق. احمد الحق، في ولاد جايين هناك اهو. في شباب هم اليمه التانيه، هنحاول ان احنا نوقفهم ونشوفهم دلوقتي لو يدوقوا معانا. رجاله ايه الاخبار؟ نورين الدنيا. بقول لكم ايه، احنا بنصور بس فيديو وعاملين عصاير في البيت كده ونفسنا بس تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها بصراحه. ممكن؟ اتفضل تعال اتفضل. ده تمر هندي بيتي ماشي. اتفضل سمي الله ودوق كده وقول لي رايك فيه بصراحه. تديه كم من 10 مثلا؟ 9 من 10. وانت برضه 9؟ ما شاء الله ما شاء الله. تمام تمر هندي تمام. 9 من 10 الاثنين 9 من 10. ماشي. معانا تاني مشروب بقى. صوبيا. خش على الصوبيا. لا حلو. الله ينور. كويس. الصوبيا كام؟ 10 من 10. 10 من 10. 10 من 10. الصوبيا الاثنين 10 من 10. تمام ماشي. اشربوا براحتكم قبل ما نعمل لكم بقى ايه شويه خشاف كده يليقوا بمقامكم. يا عمو استنى خد عصير. خد يا احمد كوبايه تمر اهي، ولا اجيب له صوبيا؟ استنى خد حضرتك. اتفضل. يعني انا ما بحبش الخشاف بس ده مظبوط قوي، يعني ده معمول حلو صراحه يعني. لا حلو والله. كويس. زي الفل. المقادير مظبوطه زي الفل مفيش غلط. في كل حاجه كل المكونات موجوده باذن الله. بالهنا والشفا يا رجاله. المره الجايه بقى ان شاء الله نعمل اكل ونيجي ندوقه لكم. يعني مبسوطين يا رجاله. اكتر حاجه بسطتكم ايه؟ الصوبيا كانت عظيمه. الصوبيا 10 على 10 انت شايف؟ 10 على 10 تمام. والبركة في حب الناس. اللي فيها كلام. بلبن ولا احنا؟ طبعا عزوز يكسب صراحه. ربنا يخليك يا عم زياد، نورتوا الدنيا يا جماعه. خلاص كده احنا يعني اللي عرفنا نلاقيه في الشارع دوقناه، فاحنا مش عايزين ايه نطول عليكم اكتر من كده. دلوقتي يا جماعه احنا وقفنا عند عربيه قهوه اهو، ناس بتاعت مشروبات برضو زينا، وهندوقهم دلوقتي وهنعرف رايهم بكل صراحه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ايوه معلمه. ايوه يا معلمه. جايين ندوقك العصاير اللي احنا عاملينها خد في يا البيت احمد. وعايزين رايك بكل صراحه. ده بكل صراحه تقول رايك. دي صوبيا بيتي يا باشا، صوبيا بيتي. ده ايه ده؟ ده خشاف بكل تفاصيله. دوق يا باشا. بسم الله. حلو. اه والله حلو قوي. ده ايه ده؟ ده تمر هندي بجد والله. تديها كام من 10؟
وتقول رايك بصراحه. ماشي يعني الملك يكسب ولا سير ابو عز يكسب؟ ماشي الله ينور الله ينور يابا. الهند ده طبيعي. معمول في البيت، كل حاجه طبيعي معموله في البيت. ده حلو. الله ينور. تديه كام من 10؟ والله ماشي. الحاجات جميله يعني. ده انت قلت لي اسمه ايه؟ ده خشاف. ده اديله 10 من 10 وعليه نجمه كمان. خشاف 10 من 10. والتمرين دي عاوز الله ينور الله ينور. حد عايز ذوق تاني؟ دوت الصوبيا يا احمد كم من بص 10؟ يابا يا أحمد. 10 من 10. من غير اي كلام الراجل. يا جدعان الناس دي ما بتنافقش وانا مش متفق معاها والله. لسه واقف قسماً دلوقتي بالله حالا الناس دي متعرف معرفهم، عليهم. والحاجه دي 100%. لسه واقف متعرف عليهم حالا. عارف فكرني بالراجل اللي كان في فيلم الليمبي. اي الكبده دي صح الصح. الكبده 100 الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. العربيه دي بقى انت اسمك ايه بقى يا غالي؟ بونزا بوندو يا صاحبي. انزا بندق. العربيه ديت عند الشروق. ده طريق الشروق اهو الرئيسي. ده جميل قوي ده. الراجل ده واقف في العربيه بتاعته مشروباته 100 100 بشرب من عنده قهوه على طول. تمام. تعالوا هنا جربوا الايه؟ القهوه دي حلوه مش لا حلو. بس سيبك من القهوه سيبك النجمة من اللي اي اداها حاجه. 100% والله. الله ينور والله العظيم ما مجمع. الله ينور يا صاحبي. قال لي كل سنه وانتم طيبين يا جدعان. طيب يا رايب. وتسلموا على ايه التقييمات الرايقه دي. السلام عليكم. 24 hours later. عاوز كل اللي بيتفرج على الفيديو يا جماعه يكتب في الكومنتات دلوقتي احنا داخلين عند فيلة مين. فيلة مين اللي احنا رايحينها دي؟ يعرفها كده من شكلها من بره كده. وصلنا اهو. يلا بينا يا ام عزوز. يا دوبك واصلين والمغرب بيقول الله اكبر بالظبط. والان مع المفاجاه الكبرى التربل الجداد. تيجي فيه احب اقدمك بأبز بص بقى كله نسخه من بص مين فيكم بقى ابز؟ حد فيكم يلا حدد مين ابز. بصوا دي كلها عصائر بيتيه انا عاملها في البيت مخصوص والله العظيم عشان ادوقها لكم. يا حبيبي يا بختك يا ابو عز بتفطر ناس صايمه يعني انا هفطر على العصير بتاعي. وانا جاي النهارده مخصوص وقت المغرب. انا ما فطرتش جاي عشان افطركم عشان شكله حلو ده. طبعا ليه بقى انا جايبهم هما الاثنين قبلي عشان هما يدوقوا قبلي عشان طبعا وفي سميات ولا أو بثق في ابو حاجة. عز ولا في ام عز. طيب يا سيدي شكرا كفايه. 10 من 10 يلا ننط في بجد البسين. والله. يلا اللي يقول حلو ينط في البسين على طول. ده ابني يا جماعه ده ابني يا جماعه. اخو عز ان شاء الله. ابز دلوقتي ولا يدوق. طب يا جدعان المفروض ان انا هقيم لو حلوه والله هقول بصراحه ما بعرفش اجامل. ايه رايك؟ لسه ما بعرفش اقيم من معلقتين لازم الثالثه. ماشي تالتة ماشي. تالتة، سنه ها؟ يعني سنه يعني تمام. طبعا يا جماعه ده وقت الفطار والله العظيم. بصوا المغرب اهو والله المغرب. انا اول ما فطرت على العصير. يعني الحمد لله الحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظما وابتلت عروق وثبت الاجر ان شاء الله. انا هفطر دلوقتي اهو معاكم والله اهو. اديني اقيم بقى اقيم. الله خش يا جدعان بجد تسلم ايد اللي عمل. الله يخليك. اكيد بس أم انا عز، أكيد حاسس انت مش هتعرف لا تعمل انا الكلام حاسس ده ان برضه. ده لا، ابو أنا عز اللي أكيد ده عامله أم ابو عز عز اللي اللي بيعمل عامله. الحاجات الحلوه انا دي. ومعز بصراحه اتعاوننا مع بعض عشان نعمل الحاجات دي. يعني احنا عاملينها مع بعض. ده خشاف في كل مكونات الخشاف حاجات غاليه ونظيفه جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر. ولا استنى اقف هنا عند البسين. شايل فيو بس شايل فيو الزينه. شايل الزينه بقى بتاعتنا تبقى باينه بس. وثبت الاجر ان شاء الله. بسم الله. امانه والرجوله. بص هو حلو بس في حاجه انا ما بحبهاش فيه مش عارف ايه هي. قمر الدين باين. هقول لك في قمر الدين فعلا لا انت كده اثبتت ان انت فعلا ذواق. انت انت ذواق. اصلا قمر الدين ده يعني دايب في العصير من امبارح ده بتنقع فيه كده فدايب اصلا. بس انا مش بحبه. في قمر الدين طب أنا عايز وفي أفهم حاجة قراصيا. انت اللي عامل البتاع ده ولا ام عز؟ والله العظيم احنا الاثنين مع بعض. ده اتحاد العفاريت الخماسيه. احنا متعاونين اول ده مره اتحاد نتعاون. العفاريت الخماسيه ده. طب صحيح عشان بس ما ننساش قبل ما ننسى. بص يا جدعان عمو احمد كان صغير ازاي بعت له الصوره. بص عز اللي انتوا بتشوفوه كان لسه حته كتكوت ازاي. يا الايام بتجري بسرعه. بس يا عم عمر يا حبيبي يا حبيبي. كانت احلى ايام احلى ايام. يا حبيبي يا حبيبي يا عمو احمد. دي صوبيا معموله بيتي 100%. ايه رايك؟
لا وربنا الصوبيا انا بعشق الصوبيا، وقسما بالله الصوبيا جامده قوي. الصوبيا بالنسبه لي احلى من البلح. بتأفر ولا انت بتقول بجد؟ لا وربنا لا. أفضل دلوقتي بيقيم بس حتى بيشرب زي بس. الاثنين شبه عمر يا جماعه. مين فيهم اكتر واحد شبه عمر يا جماعه؟ من الاثنين ما هو بشفتي قبض وبيسو، مين فيهم اكتر شبه لعمر؟ قبز وبمبز بقى، قبز وبمبز. ما فيهاش مقارنه. بصوا يا اخواتي، اللي شايف ان قبض هو اللي شبه عمر يكتب يا عم هو اللي قبض اللي شايف مش ان أنا. بيسو شبه عمر يكتب في الكومنتات، عشان برضو نعلمهم. يعني احنا واحد قبض واحد بيسو مش تفرق. بص لا انتوا هتحددوا، انتوا اللي هتحددوا مين بيسو ومين قبز في الكومنتات. انتوا اللي قيموا. انا قد التحدي ده كده الصوبيا ده ابو اباظه. عز حاسس ان دوق. بتاع ده البلح شاف؟ احلى منها، طب دوق كده، احلى منها دقتها؟ بس طب ايه رايك؟ انا مش احلى حاجه؟ بص كده بص ناقصها شويه سكر بس. بص حد حصل في ناس امبارح برضو قالت نفس الكلمه. ناقصها شويه سكر، دوق كده. طب لسه شويه سكر يبقى نعمل كده. كل حاجه يا جدعان، لو انتم بتتفرجوا على الفيديو لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل ابو عز ال 10 مليون. ابو عز وام عز دول رقم واحد. بصوا انا ايه مشغل القناه على طول 3 4 ايام تلاقي فيديو جديد، 3 4 ايام تلاقي فيديو جديد. ايه رايك يا الصوبيا؟ لا هي حلوه بصراحه، مظبوطه. انا دقت بجد والله. حلوه والله. يعني تديها تقييم 10 من 10؟ لا بس ناقصها شويه 10 من 10 ولا كام؟ وهي بقول 10. لك انت خلاص ما تتكلمش بقى. هي 9 من 10. لا والله والله يا عم عز تسلم عشان ايدك. سنه سكر. ده لا والله حلوه. اخر حاجه برضو عشان ما نبقاش ظلمنا التمر هندي. ما نبقاش ظلمنا التمر هندي. هسألك سؤال بقى، سؤال بما يرضي الله، سؤال بما يرضي الله. ده تمر هندي؟ قبل ما تدوق تمر قبل ما تدوق تمر هندي، بلبن ولا عصائر ابو عز؟ عصاير ابو عز. بلبن. بلبن اصلا. انت مش فاهم ايه بلبن اصلا؟ طب ليه ما قلتش ابو عز اصلا؟ ما انا ادوق بس الاول قبل ما عشان ما اظلمش. ماشي. ده تمر هندي طبيعي. ما لسه كنت هقول طبيعي، مع اني ما بحبش الطبيعي بس طعمه لذيذ. لا اللي انت ما تعرفوش بقى، ده طبيعي خلطته مع كركديه. ما انا حسيت ان هو احمر. هو تمر حسيت إن هندي هو- مخلوط مع كركديه. دي حاجه متكلفه قوي. باين عليه باين عليه. طب بص ايه رايك في المزازه؟ المفروض في تقييم بقى مين؟ بوجي تعالى بوجي بتاع رمضان طبعا، رمضانيات. انا رمضان جانا يا عم. طبعا لان الراجل ده عنده سوبر ماركت حس النجوم. ده سوبر ماركت النجوم يا جماعه، بنصور فيه فيديوهات هتلاقوها عندنا على صفحه الفيسبوك. لو بننزل عليها فيديوهات كتير قوي في السوبر ماركت بتاع حس. ده تقييمه هيفرق ليه؟ لانه هو بيبيع تمر وبيبيع خروب وبيبيع عناب. ايه رايك؟ تمر. طعمه جامد قوي. انا في خروب. لا في كركديه، ما تشغلش دماغك. هو تمر هندي على كركديه وربنا الصوبيا جامده بجد والله. اقسم بالله جامده. اديله المايك يا ابني. كم من 10؟ الصوبيا جامده الصراحه، احسن من اللي عمر كان عاملها لنا. بجد والله. عمر كان عامل ايه ده؟ قلت لكم صوبيا قبل كده؟ انت كنت عامل لنا صوبيا بالفاكهه. دي مش بتاعتي يا ابني يا شارين. شرير. انا بصنع كوبي صوبيا. هو كان بيضحك عليكم بيقول لك ان هو عاملها. دي بقى انا عاملها بجد ومصور وانا بعملها. استنى جامده ابو عز. انت عارف بقى انت تكسب سواء اللي انا دي اول حاجه اشربها لسه صايم. يا حبيبي الله، يا الله. حبيبي. يعني ثواب افطار صائم، ومش اي صائم ده، الصائم ده لا بوجي. لازم صايم يا حبيبي. ماشي يا جماعه، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. طبعا احنا حاولنا ان احنا نعلمكم طرق عمايل العصير في البيت، عصائر الرمضانيه كلها في البيت. وطبعا زي ما انتم شفتوا كل اليوتيوبرز والناس اللي في الشارع حتى اجمعوا ان العصائر توب التوب 10 من 10. طبعا اللي ما عملش لايك وعمل سبسكرايب انا شايفك وعارفك وهجيبك. ماشي هجيبك تمام، ولما اجيبك هرميك في البسين هنا. ماشي، هنشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.